بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المتابعين، نعود معكم من جديد. معكم أخوكم الصياد الحداق حميد دشتي أبو إسماعيل. اليوم التاريخ 13/12/2022، اليوم يوم الثلاثاء. موضوعنا راح يكون اليوم بحري، عن قراءة تضاريس البحر وردا على أحد أسئلة المتابعين. أحد المتابعين يسأل هذا السؤال: ما هو الحد أو السنبر؟ هذا هو الحد. جواب: هذا هو الحد اللي احنا واقفين فوقه. طبعا الآن فترة الجزر أو الثبر، الأرض تضاريس قاع البحر تكون مكشوفة، وهذا الحد طبعا تتكون عن طريق الأمواج أو عن طريق التيارات والرياح. وبعض أنواع الحد أو الساندبار تكون من المرجان أو الصخور أو التراب مثل هذا. هذا هو الحد اللي احنا واقفين فوقه. طبعا يكون على جوانب الحد خفقة مائية، وعندما تصعد المياه تكون في حالة المد أو السجي، تتكسر الأمواج فوق الحد وتتكون تيارات مائية، ثم تتجمع القشريات أو الأسماك الصغيرة فوق الحد، وتأتي الأسماك المفترسة للبحث عن فريستها وللعلف وللبحث عن الغذاء في هذه الأماكن. أنا مسمي الساندبار أو الحد، مسميه بوفيه مفتوح للأسماك المفترسة. وهذه الأماكن أفضل الأماكن للصياد للحداق، لأنها تكون الصيد فوق هذه الحدود أو الحد أو الساندبار، يكون الصيد ناجح، يكون الصيد وفير إن شاء الله. هذا هو الحد أعزائي المتابعين. وردا على سؤال أحد المتابعين، هذا هو الحد. مرتفع، يكون مرتفع في قاع البحر. هذا هو. طبعا هذا الحد من الرمال، أو يسمى أيضا العارض، يسمى عندنا في الخليج العارض. وهذا هو الحد. حوالين الحد أيضا تتكون النخشرة أو الصخور. هاي الصخور طبعا تحت هذه الصخور الأسماك الصغيرة أو الشرايب أو الديدان أو القشريات. فهذه الأماكن مفضلة لعلف الأسماك المفترسة. هذا هو الحد، ارتفع من الرمال. إن شاء الله أعجبكم الفيديو، ونقول أهل البحر يعيشون. أخوكم الصياد الحداق حميد دشتي أبو إسماعيل.